بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. بس مباشر هام جدا 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 تأجيل لقاء الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في الجولة الحاسمة او في جولتين الحسم والساعة الكاملة لاستاد القاهرة. امر ما فيهوش رفاهية، امر واجب وامر فرض على الجميع. ومكاسب الزمالك الاكثر من خسارة الاهلي، وانا بقول لحضراتكم الفوز بتاع الاهلي ما فادوش زي الخسارة ما فادت نادي الزمالك، وهشرح لحضراتكم ليه. واتحاد العاصمة وعظمة تحدث في الجزائر. اتمنى يعني ان احنا نقلدهم. نقلدهم. طيب، اثبت حضورك بلايك، واتمنى من كل زملكاوي يشير الكلام اللي هقوله دلوقتي ده، واتمنى من كل زملكاوي حقيقي يكون موجود في هذا البث المباشر، ويكتب افريقيا يا زمالك واكتب الدوري يا زمالك، واوعى تهد كل اللي وصلنا له في الموسم. مش عارف ابدا منين ولا منين، لكن انا عندي فضيحه. انا اسف يا جماعه. عندي فضيحه ومكتمله الاركان بالنسبه لي. هتقول لي ليه؟ معلش يا جماعه، بس يعني حصل قطع كده، لكن انا معاكم. يا ريت كل اللي في الفيديو يثبت حضوره بلايك، الفيديو ده يلف في الفيسبوك في كل حته يتشير. بص يا سيدي، دلوقتي احنا عندنا نهائي قاري. لو سألت اي حد كده بما يرضي الله ايه الامل الوحيد للكرة المصرية، لو رحت للسيد وزير الشباب والرياضة مثلا قلت له يا كابتن جوهر يا نبيل، قلت له ايه هو املك في اقرب بطولة هتخش لكرة القدم المصرية، او اكبر انجاز، لو رحت الاستاذ النائب احمد دياب ولا الاستاذ اي حد مسؤول، قلت له ايه هي اقرب بطولة للكرة المصرية تخش قارية، هيقول لك الزمالك الكونفدرالية. لان احنا ما شاء الله رحنا المنتخب فضيحة صفرية وخسارة زي البتاع. الاهلي راح افريقيا ما توفقش وخرج. اسمه ايه التاني ده، بيراميدز، راح افريقيا ما توفقش وخرج. المصري نفس الكلام. عندنا كاس عالم، وانا بقول لحضراتكم مهما عملنا اخرنا مجموعات واداء مشرف ومش عارف ايه، وبعديها قالت وخطه تطوير المنتخبات، وهنعيش نفس الموضوع. طيب، فدلوقتي انت ما عندكش امل في الكره المصريه غير حاجه واحده بس، عم الزمالك. ايوه يا جماعه، عم الزمالك هو الحاجه الوحيده اللي فيها امل في الكره المصريه. طب هتقول لي انت عايز ايه؟ يعني عايز تاخد لعيبه من الاهلي تلعب؟ لا، انا مش عايز حاجه من حد. لكن لما يكون المنافس لنادي الزمالك فريق اتحاد العاصمه، بلده بتدعمه اكتر ما انت بتدعمني، يبقى دي بالنسبه لي مشكله كبيره. لو انا دلوقتي بكلم حضرتك وبقول لك ان اتحاد الكره في الجزائر عمل ايه، قرر ان هو يأجل لقاء اتحاد العاصمه يوم 4 مايو، اللي هو يوم الاثنين مش يوم الثلاث. ليه يا صاحبي؟ علشان عندنا لقاء قدام الزمالك. لما اقول لك ان هم فتحوا الساعه الكامله للاستاد هناك والحضور 70 80 الف متفرج امام الزمالك، هل الجزائر، انا اسف بقى في اللي اقوله ده واللي يزعل يزعل، هل الجزائر بتحب فرقها اكتر مننا؟ هل الجزائر عندهم انتماء لفرقهم اكتر مننا؟ هل الجزائر عايزه انجازات لدولتهم اكتر مننا؟ انا اسف، احنا مصر كبار القاره، فما ينفعش ان انت دلوقتي تعمل لي تزنق لي الزمالك ماتش الثلاث وهو عنده نهائي قاري يوم السبت. ليه؟ لان على الغرار ده لو رحت الجزائر بصيت هتلاقيهم اجلوا اللقاء من اللي هو بتاع يوم الاثنين الجاي. يعني حاجه بالنسبه لي كوميديه جدا. انت عندك ماتش يوم الاثنين، فاهم يعني ايه ماتش الاثنين مش ثلاث؟ يعني الجوله الجايه يوم الثلاث. الزمالك المفروض يروح اسكندريه، يخش مدعكه ماتش، يتصاب منه لاعب، يتكسر لاعب، واللعيبه اصلا جايه متهالكه لاننا بنلعب كل 3 ايام تقريبا الزمالك. فلازم حالا يتم تاجيل الجوله كلها. اجل يا باشا الجوله كلها علشان خاطر الزمالك هو شرف الكره المصريه. نجيب الكونفدراليه بعد كده نقعد بقى نهري في الدوري براحتنا. انا عايز اكسب الاثنين، عايز اكسب الدوري وافريقيا. لكن اللي بيحصل دلوقتي وحش. وفي النهايه الساعه الكامله للاستاد ده امر بقى كفايه يا جماعه. ال 40 وال 50 الف احنا عايزين يا باشا استاد القاهره ما يبقاش فيه كرسي فاضي. فانت عندك الناس في الجزائر بتدعم فرقها، البيان نازل
تعلن رابطة كرة القدم المحترفة عن تأجيل المباراة التي كان مقرر لها بين اتحاد الجزائر ونادي أتلتيكو برادو ضمن تسوية الجولة 18 في بطولة مش عارف ايه، والتي كان مقرر اجراءها يوم الاثنين 4 مايو بملعب 5 جوليا، وذلك بناء على طلب إدارة نادي اتحاد الجزائر. ويأتي هذا القرار قصد تمكين الفريق من التحضير لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في أفضل الظروف الممكنة، وسيتم لاحقا تحديد موعد جديد لإجراء هذه المباراة. سؤالي بجد والله العظيم، انتوا سامعين هناك الناس بيقولوا ايه؟ سامعين هناك الناس بيدعموا ازاي؟ يا جماعة الخير، الزمالك هو الحاجة الوحيدة اللي بتشرف الكرة المصرية بره دلوقتي. شويه رعاع هتلاقيهم بيغلطوا بيقولوا انت مش عارف ايه عشان انت مركز ثالث. انت اصلا اقفل الفيديو يا ابني، انت مركز ثالث. انت فاهم حاجه؟ وده اللي انا لسه هتكلم فيه دلوقتي. طموحاتك في الحياه كلها صارف 2 مليار ولا صارف بتاع 30 مليون؟ كام صارف كام انت عشان تعمل ايه؟ عشان تكسب الزمالك بس في موسم صفري ملط بطولات. خسرت وخرجت الكاس من فريق مش عارف مين، وخسرت في افريقيا وخرجت، وخسرت في القاهره. يعني الترجي جه هنا عمل لب ايه ده؟ فانت بتتكلم معانا يا ابني؟ انا بطل الدوري عليك يا ابني. يا ابني اصحى وصحصح، انا الاول. بس فنكمل كلامنا بقى مع الناس بتوع المركز الاول. كل زملكاوي موجود في اللايف اثبت حضورك بلايك شير الفيديو ده عشان صوتي وصوتك لازم يوصل، وعايز يبقى ليك صوت يعني. رساله هامه لجمهور الزمالك العظيم، واثبت حضورك بكتابه الدوري يا زمالك وعاش الزمالك. اولا، خساره الاهلي. دوافع النادي الاهلي كانت اكبر من نادي الزمالك بكتير. فريق اللعيبه بتتهزق وبتتشتم وبتتمرمط وبتتحدف بازايز وبتتشتم باهاليها قبل الماتش. موسمه صفري، فهيلعب لقاء عمره قدام رقم واحد. مين رقم واحد؟ انا الزمالك. فوانت بتلعب قدام رقم واحد بيبقى طموحات كده. الفرق اللي هي في الثالث الرابع اللي بعيد عايز يحاول يشارك في الكونفدراليه اللي هو بيتريق عليه دلوقتي، هو اصلا كل طموحاته دلوقتي ان هو يشارك في الكونفدريشن كاب. ويا سلام بقى لو بيراميدز خسر والزمالك خسر عشان اعرف ابقى معاهم فوق في الحته اللي فوق دي. فالمهم، دوافع الاهلي كانت اكبر بكتير. الاهلي كان مرتاح فتره اكبر شويه عشان خاطر ماتش بيراميدز كان قبله الاهلي قاعد حبه، الزمالك جاي من معمعه حاجات. الزمالك انا طلعت قلتها يوم ماتش انبي، اللعيبه مش قادره تجري، اللعيبه اجهاد وخلاص، كل اللعيبه تعبانه. فدوافع الاهلي كانت اكبر وفازوا وكانوا يستحقوا الفوز. ليه؟ عشان هم لعبوا احسن لاكتر من حاجه اللي انا هتكلم فيها. حاله الغرور والاستعلاء اللي حصلت لنادي الزمالك. احنا جامدين، عاملين نتائج زي الفل. كابتن معتمد جمال بدأنا نحطه في حتة كابتن معتمد مورينيو. هل كابتن معتمد جمال وحش؟ لا طبعا. احسن نتائج حصلت من مدير فني في اخر كام سنة، مش في الزمالك بس، في مصر كلها. الراجل جه لعب مش عارف 13 ماتش، خسر 2 اتعادل 1 كسب 9، 12 ماتش. فحاجة نتائج كويسة مرضية جدا. قارنها كده بنتائج الراجل اللي في الاهلي اللي بياخد اللي شرطه الجزائي 6 مليون دولار وقاعد بالعافيه. قارنها بنتائج اي حد موجود لعب السنه دي، الثلاث مدربين اللي ضربوا الاهلي، ولا الراجل يورتيتش بتاع مين، ولا هتلاقي مفيش. هتلاقي كابتن معتمد جمال ولا الناس القديمه اللي كانت في الزمالك هتلاقيه احسن مدير فني كارقام. هل كابتن معتمد جمال اخطا؟ طبعا. لكن انا عايزكم يا جماعه والنبي تركزوا في حاجه. فريق الزمالك ده بيلعب وهو موقف له 15 قيد، بيلعب وهو كل يوم اللعيبه عندها مشاكل، مفيش فلوس. مفيش فلوس. انت لولا مكافئات استاذ ممدوح عباس والكام جنيه اللي بيطلعوا لهم كل فتره دول، اللعيبه دي كنت هتلاقيها في حته تانية خالص. انا اعرف لعيبه عليها اقساط وبيبيعوا شقق وبيعملوا حاجات من الزمالك عشان يعرفوا يعيشوا. اللي هو لاعب كوره بيلعب قدام لعيب بياخد 150 مليون جنيه. اللي بياخد 150 مليون جنيه ده ما بيعملش حاجه، بيطلع يجري درجن ويخبط في البتاع ويخرج بره الملعب. يا اما بيفضل بره كده يقعد يعمل كده. فلعيبه الزمالك محققه انجاز، لعيبه الزمالك محققه
انجاز، وهو التصدر ببطوله الدوري والوصول لنهائي الكونفدراليه. لكن احنا عملنا حاجه؟ لا، لسه ما عملناش حاجه. هل احنا دلوقتي وصلنا لشيء نهائي؟ لا، ما وصلناش لاي حاجه. لكن كل اللي اقدر اقوله لك ان الهزيمه من الاهلي هي، عارف انت اللي هو لما تبقى كده بتعمل حاجه غلط في واحد جنبك كده يروح قال لك ما تفوق ياض، انت ايه اللي بتعمله ده؟ هو ده بالظبط. فوق ياض، فوق ياض، علشان ما تضيعش كل اللي انت عملته. فوق علشان جمهور الزمالك هو اللي دعمك وهو الوحيد اللي مش مقصر معاك. فوق علشان جمهور الزمالك بيعاملك معامله الجيل الذهبي للزمالك، وانت لغايه دلوقتي انت لسه ما عملتش اي حاجه. بتفرحني بماتش بيراميدز، بتفرحني بانك توصل للنهائي، وبدعمك لان ده دوري وشغلي في الحقيقه ان أنا ادعمك كماضي وكجمهور زمالك. كلنا كده شغلنا ان احنا ندعم. حلو حلو. فالهزيمه دي هي عشان تفوق قبل نهائي افريقيا، عشان انت عندك 4 ماتشات اكسبهم بقيت بطل كل حاجه. وان كنت بطالب رابطه الانديه بتاجيل الجوله كامله لحين انتهاء الجولتين، اجلهم لغايه انتهاء الكونفدراليه، مع انه مش هيبقى في مصلحتي ان انا ان شاء الله اخد الكونفدراليه والعب بعديها ب3 ايام ماتش في الدوري وانا بحتفل. هخش الماتش مش مركز، هخش اصلا انا مش موجود. اي فريق بياخد بطوله بيرجع يخسر الماتش اللي بعدها، لانك لا قدر الله لو خسرت الماتش اللي بعدها خسرت الدوري. فالرساله اللي انا بوصلها يا رجاله الزمالك، احنا دعمناكم من البدايه وبقينا في ظهركم وبقينا بنعمل لكم اللي ما يتعملش. الجمهور، انت سامع صوتي، انا بسجل حاجات صوتي رايح بقالي مش عارف اسجلها بقالي اسبوعين بسبب الزمالك. وكل جمهور الزمالك كده على فكره. وانا بقول لحضراتكم نقطه مهمه قوي، ارجوكم ما تضيعوش تعب الموسم. 4 ماتشات يا رجاله الزمالك، 4 ماتشات والله العظيم. بعديها هنطبل لكم وهنشيلكم على كتافنا وهنحطكم على الاتوبيس ونجري نصوركم هنعمل لكم اغاني، ايه كل حاجه. بس اوعى تفتكر انك لو خسرت بطوله من الاتنين، الناس اللي بيتمرمطوا، احنا بنتمرمط علشان نجيب تيكت يا جماعه. امبارح يا جماعه المقصوره كانت بتتباع ب 5000 جنيه، وجمهور الزمالك بيجيب وبيروح. العيال جايه من اسوان ومن الاقصر ومن سوهاج ومن كفر الشيخ ومن قنا ومن اسماعيليه ومن اسكندريه ومن اسيوط ومن صمنلوط من دهب، من كل الاتجاهات، من سينا جايين، من بورسعيد، من كل حته. الناس جايين عشان يدعموا الزمالك. فالناس دي صدقني انت لو ما خليتهمش ينهوا الموسم ده مبسوطين هيزعلوك. مش هيزعلوك، احنا مش جمهور سوقه ولا صغار ولا عوام عشان نروح النادي نقتحم ونضرب ناس زي ما بيحصل في اماكن اخرى. لكن هيزعلوك لانك هتتعامل معامله اللي في المركز الثالث. شفت اللعيبه بتاعتهم بيتعمل فيهم ايه؟ بياخدوا بالجزمه وبيتشتموا وبيتهزقوا ويتعمل فيهم وبيتقال لهم انتوا فرقه ملط من مدير فني ولا من راجل في نادي المقاولون العرب. الراجل معرفش ازاي جاله الجرأه يقول لهم كده بصراحه. لكن في الاول وفي الاخر انت لو زعلت الناس، لو ضايقت الناس دي، ما فرحتهمش وما جبتش البطوله، هيعاملوك المعامله اللي الفريق المنافس اللي هو موجود دلوقتي، لا انا منافس بيراميدز دلوقتي، الفريق المنافس اللي هو موجود دلوقتي في المركز الثالث بيعملها الجمهور. امبارح الجمهور قبل الماتش، جمهور الاهلي، وعلى فكره احترمتهم جدا في اللي عملوه ده، قالوا كلمه واحده لعيبتهم: اللي هيفتح بقه جمهور الاهلي يدقه. بس خلاص خلصت على كده. ليه يا باشا قال لهم كده؟ قال لهم كده عشان سبب واحد، لان جمهور الزمالك في نفس اللحظه نادى لل11 لعيب اللي هيلعبوا وحياه ومعوده ولا اصل احسن جول في مصر وفلان ولا. فانتوا عايزين تتعاملوا المعامله دي، اخسروا البطولات. عايزين تفضلوا الجمهور بيحترمكم وبيدعمكم. جمهور الزمالك امبارح يا جماعه نادى اللعيبه بعد الماتش وراح سقف لهم، واللعيبه راحوا اعتذروا للجمهور. فالحاله دي حافظوا عليها. اما اداره الزمالك بجد بقى اللي اقوله ده يعني انا عارف ان حضراتكم تعرفوا الواحد وبتبقوا يعني بتتضايقوا من اللي بنقوله، بس لازم نقول انتوا بتعكوا يا جماعه. شدوا بلاستر لكل واحد بيعمل مداخله في اداره الزمالك. شد بلاستر، ما تتكلمش، كفايه. ارجوك كفايه رغي، كفايه مداخلات. احنا لسه ما عملناش حاجه. لما نكسب ابقوا اتخانقوا على التورته. لكن يوم خبر مش معقوله نادي بحجم الزمالك يتقال اصل فلان عضو مجلس الاداره ضرب اعلان عضو مجلس الاداره علشان تقسيمه التذاكر، والفضيحه اللي حصلت اللي في التذاكر امبارح المقصوره
المشجعين بتوع الزمالك اللي بيروحوا، الناس الكبار اللي صوتهم موجود دايما اللي بيشجعوا، ما عرفوش يخشوا. امبارح زوجة اللاعب خوان بزيرة انا اللي مدخلها يا جماعه. انتوا فاهمين العبث؟ الست شايله ابنه واقفه مش عارفه تخش، ومفيش حد عماله مطلع لي صوره اداري في الزمالك عايزه توصل له، بتدي موبايلها، الواحد خده وجري، ما اعرفش كان واخده وبيسرقه ولا ايه، رحت تعالى ورحت انا اللي متكلم مع الامن وانا اللي متحايل على الامن وانا اللي دخلتها. مش معقول اداره الزمالك مش عارفين تدخلوا زوجة لعيب. امال لما نبقى في نهائي بقى هيحصل ايه؟ زي السنه اللي فاتت ونقعد نتخانق ومين نزل وزوجات اللعيبه راحت فين. فركزوا في شغلكم يا جماعه. انتوا شغلكم تجيبوا مام للعيبه فلوس، شغلكم ان انتوا تنظموا الدنيا، تحافظوا على بيئه مناسبه. مش كل يومين يبقى نادي الزمالك بينزل لي بيان ضد واحد عشان قال خبر. ده عبث. ما هو الخبر حصل والراجل طلع بمنتهى الجرأه قال لك انا معايا ما يثبت حدوث مشاده ومش عارف ايه. يعني معنى كده ان حضراتكم بينكم اللي بيخرج اصلا الكلام. ما هو اجتماع مجلس اداره ده في ايه؟ بيبقى في اوضه، يا اما حاطين لكم مايك بقى، الله اعلم. فارجوكم كفايه مداخلات، كفايه مهاترات، ركزوا في شغلكم علشان ربنا يكرمكم في النهايه، لان للاسف الشديد احنا كلنا مصيرنا في مركب واحد. يعني انتوا فشلكم هيزعلني، فانا بدعمك مش عشان انت احسن حد، انا بدعمك علشان انت معايا في المركب، لو غرقت هتغرق بينا كلنا. فانا هتلاقي شويه عيال داخلين هنا يحفلوا عليا. هل حسام عبد المجيد وقع للاهلي؟ ما حصلش يا جماعه، ما حصلش. وكل الدعم لحسام عبد المجيد. انا عارف ان جمهور الزمالك زعلان، عارف ان جمهور الزمالك شايفه اخطا، لكن حسام عبد المجيد مدافع كويس وتقيل. اوعوا تخليهم نفس حمله محمود علاء بتبدا دلوقتي على حسام عبد المجيد. علشان كده انا بقول له يا حسام عبد المجيد فداك الماتش كله. هشوفك اخر الموسم وانت شايل الدوري، هشوفك اخر الموسم وانت ان شاء الله بتحتفل بالكونفدراليه. شكرا لحضراتكم. ان شاء الله يعني الجاي يكون خير للزمالك، ولا تزعلوا نفسكم ولا يهمكم، انتوا ما زلتم الاول وما دمت في المقدمه، لا داعي للنظر الى الخلف. ليه؟ عشان ملوش لازمه. هبص لورا ليه؟ انا واحد، رقم واحد كده زي ما عملتها الجمهور قال امبارح، انا رقم واحد. انت كام؟ 3 اللي انتوا عمالين تكتبوها دي. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعى تنسى تثبت حضورك بلايك شير الفيديو، يا ريت تعمل متابعه. ولأول مره تتابعني كنت معاك محمد عبد العال او مودو. سلام عليكم.